في المرحلة المتقدمة من العمر أن يحكم ضوابط الدين وتعاليمه وآدابه في حل أمثال هذه المعضلة، بدلا من أن يحكم الظروف والمصالح الحزبية التي تدعوه آنا إلى أن يصمت فيصمت، وتدعوه آنا إلى أن يتكلم ويثور فيثور ويثير. لا يا أخي، لا يا أخي، نحن بيننا وبينه القبر الذي ينتظرنا شبر أو أشبر، أنا وإياه تقريبا هو أكبر مني بقليل. طيب يا جماعة، دعنا نبيض وجوهنا في عمل يرضي الله، نحكم ديننا في هذه القضايا، لا نحكم تبعيتنا الحزبية، لا نحكم تبعيتنا الحزبية. وغدا الباري عز وجل يكتب لنا الأجر الوفير، ولسوف يكون ذلك سببا لصلاحنا وإصلاح إخواننا. ما الذي منعه من أن يشد الرحلة إلى دمشق وهو يعلم أن دمشق سترحب به أيما ترحيب على المستوى الشعبي وعلى مستوى المسؤولين؟ لماذا آثر المنبر الأول منبر الغوغاء؟ لماذا آثر الإثارة وهو يعلم أن هذه الإثارة لا تفيد شيئا؟ الذين يعملون مع السلطة يجب أن نقاتلهم جميعا، عسكريين، مدنيين، علماء، جاهلين. الآن تثير مشاعر الطائفين وتضرب على وتريه، وبالأمس أتيح لك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تتخذ لنفسك شهادة أو شاهدا بين يدي الله يوم القيامة. لماذا لم تفعل؟